المصري دمه خفيف، اتعود إنه يعبر عن كل همومه وأحزانه في نكتة، في رسمة. ورغم إن الجلاء والفقر والمرض وسوء الأوضاع والظلم هد حيله، إلا إن سخريته من أوضاعه لسه مستمرة. ومن الفنون الجميلة اللي عكست هموم المصريين بعمق فن اسمه الكاريكاتير. اتعرف من زمان، ويمكن الفن ده اتفوق في إنه يعكس أحوال البلد أكثر من أي فن آخر. ومع الوقت وتطور الإعلام وآلياته ظهر فن جديد مبتكر نقدر نقول عليه امتداد لفن الكاريكاتير. الفن ده اسمه فن الجرافيكاتير. هو فكرة مطورة لفن الكاريكاتير العادي. أنا أساسا برسم، ابتديت أستخدم الكمبيوتر في الرسم اللي أنا بعمله. المفروض ان انا عرضت الفكرة دي على استاذي واللي مربيني استاذ مصطفى حسين من حوالي 5 سنين. عجبته جدا وقال لي ان ده تطور لفن الكاريكاتير وانه ممكن يبقى ابتكار صحفي عالمي. ابتدينا ننشرها في بعض الصحف، ابتدت بعض الصحف العالمية تتكلم عليها وفي اللقاءات التلفزيونية. ابتدينا نستخدمها كنوع مكمل لفن الكاريكاتير المعروف الموجود معانا. الفنان فيليب فكري هو كاتب ساخر ورسام بورتريه من مواليد القاهرة عام 1974. حصل على المركز الأول في الرسم عام 1988 على مستوى الجمهورية، ومثل اسم مصر في النمسا. ومن خلال فنه قدر إنه يعكس كتير من الأحوال في مصر ويعبر عن القلق اللي احنا بنعيشه يوم بيوم. الشعب المصري فيه آلاف الأدباء الساخرين. احنا بنعرف نعبر عن همومنا بخفة الدم وبالسخرية، وده كان واضح جدا في الثورة وواضح جدا في الأحداث اللي عشناها الفترة اللي فاتت. بنفس الطريقة وكواحد من ملايين المصريين ابتديت أستخدم الجرافيكاتير في رصد الحالة السياسية اللي حاصلة في البلد. ابتديت أسخر من الأحداث ومن الغرائب والعجائب اللي بنشوفها كل يوم في مصر، مرورا بفترة انتخابات الرئاسة الأخيرة بما فيها من تطورات وأحداث غريبة وساخرة جدا. أكتر مهما احنا عملنا مش هتبقى فيها سخرية أكتر من اللي بنشوفه يعني. مهما ساءت الأحوال هيفضل المصري بطبعه أقوى من الأحداث، وقادر رغم قلقه إنه يسخر من أوضاعه على أمل إن أصحاب القرار في يوم من الأيام يهتموا ويعالجوا مشاكله اللي واضحة زي الشمس. أتمنى أن فن الجرافيكاتير يرصد أكتر الأحداث اللي احنا فيها بشكل ساخر كما تعودنا نحن المصريين بخفة دمنا. مشاهدينا رجعنا لكم تاني، ومعانا دلوقتي محطة الدنيا فيها ايه، وهي ما نقرأه في المانشيتات او العناوين الرئيسية التي موجودة في الصحف